سواء انت اتفرجت على ماتش اسبانيا وماتش انجلترا النهارده او ما اتفرجتش على الماتشين، فانت الحقيقه لو ما اتفرجتش فانت روح شوف اي ماتش قديم لانجلترا واي ماتش قديم لاسبانيا في دور المجموعات. مفيش حاجه جديده، مش تحتاج الحقيقه انك تشوف. مفيش حاجه جديده، تحس ان هو نفس اللي حصل في المجموعات، هم خدوا الدور 16. فعل بقى ان انت اتفرجت، فانت اكيد شفت ماتش ممتع جدا وشفت ماتش تاني لا 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 الله لا 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 الله. بتشوف انجلترا اللي معاها خلاص، انجلترا اللي عندنا كلام كتير قوي عايزين نقول النهارده على انجلترا، المنتخب السيء اللي مش هياخد البطوله. انا بقول لك من هنا اهو، انجلترا دي لو خدت البطوله يا سيدي يا عم بص قول على اي حاجه، بس انجلترا فعلا منتخب سيء ومش مرشح. انا مش شايف ان انجلترا مش مرشح خالص يعني. فقبل ما نبدا في اي حاجه ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، شوف الكلام اللي بننزله، ويلا بينا نروح في رحله قصيره بين ماتش انجلترا وسلوفاكيا اللي انجلترا كسبته بشكل انفس او مش بشكل انفس، هو بجود بيلينجهام. والناحيه الثانيه نروح لماتش اسبانيا اللي كان فيه المتعه والحلويات والنغنغه وكل اللي تعرف. لو بدانا بماتش انجلترا مش عشان حاجه، بس عشان انجلترا كان هو الماتش الاولاني يعني مفيش. فانت الحقيقه بتشوف ان انجلترا لا شيء. انجلترا بتنزل قدام سلوفاكيا منتخب عنده بربع جنيه تنظيم، زي المنتخبات اللي هي لعبتها في المجموعات، منتخبات مش اقوى حاجه بس هي منتخبات منظمه. بس انجلترا بتلعب اللعب، عارف اللي هو جبت انت كذا واحد حريف، كذا واحد لعيب مثلا من منطقتك وخدتهم وعملت فرقه ورايحين تلعب. لا انت تحس ان لا في تكتيك ولا خطه ولا لعيب عارف يتحرك ازاي. كل اللي بيعمله الكره تروح لساكا، ترجع تلف من نص الملعب نوديها تاني فودن ياخدها، نرجع نلف تاني نروح لساكا، ونفضل رايحين جايين. هاري كين ما بيعملش حاجه، جود بلينجهام مش قادر ان هو يتحرك صح، او مش قادر ان هو يلاقي اي مساحه او اي حاجه، دايما متقفل عليه. تلاقي انجلترا ان هي ما عندهاش حاجه في الملعب. انجلترا اللي كل ماتش بنص ملعب شكل. النهارده انت اول مره بتشوف كوبي مينو بيلعب جنب ديكلان رايس. بالنسبه لي دي احسن واحده في كل اللي لعب بيه يعني. انا مش ما اقتنعتش خالص بارنولد في نص الملعب، ما اقتنعتش خالص ان هو ما يلعبش ماينو اللي فعلا النهارده تقيل، لعيب راسي، لعيب ما تحسش ان هو عنده 20 21 سنه، لا لعيب قوي، لعيب مضيء، اضاف جدا لنص ملعب انجلترا، اضاف جدا لانجلترا اللي ما كانش حد تاني بيعمل اي حاجه. فيما عدا ذلك تشوف ساكا ما تفهمش ده ساكا ازاي كده. شوف فودن الناحيه الثانيه احسن لاعب في الدوري الانجليزي مش موجود، هاري كين مش موجود، بيلينجهام قبل الجون، وده اللي بيفرق. بيلينجهام اللعيب اللي حتى في عز ما هو وحش بيقدر يخطف لك لقطه، بيقدر يعمل كوره، بيقدر ان هو يلحقك في الاوقات الحاسمه. لعيب عنده شخصيه، لعيب تحس ان هو فارق عن كل لعيبه انجلترا. اللعيب الوحيد اللي انت تقدر تقول ده ممكن يلحقني، ده ممكن ينجدني لو انا في ورطه. لا فعلا بيلينجهام بيقدم الكواليتي بتاعته النهارده، ان هو حتى لو انا يا سيدي مش فايق، الكوره ما بتجيليش كتير، ما بيوصلنيش كور كتير، فانا في كوره واحده هجيبك، هعدلك، هرجعك للماتش في وقت انت ما كنتش تحلم بيه. الماتش بيبدا لانجلترا، شوف ازاي ان انجلترا ماسكه كوره، هي اللي عماله تنقل وبتاع، بس سلوفاكيا كانت برضه في اوقات من الماتش كانت هي اللي ماسكه كوره. حتى لما ساوث جيت جاب الجون الثاني وانجلترا قدرت انها تتقدم، تحس ان ساوث جيت عنده مشكله ان هو جبان بشكل مبالغ فيه يعني. هو خلاص جاب الجون الثاني، طلع لي يا ابني واحد من نص ملعب، ولا طلع لي هاري كين ونزل لي كونسا ورجع لي بقى الناس دي كلها ورا، ونستقبل لعب من سلوفاكيا اللي هي عندها 2 3 لعيبه والله هم اللي عندهم كوره، عندهم بتاع، بس في منتخب منظم. بتشوف ان اول كوره وهي مع انجلترا بيقلبوا 4 5 1 5 3 2 حاجه كده يعني، بيبقوا دايما مقفلين الخطوط، دايما عاملين لو بلوك على انجلترا مش قادره تخترق لحد ما بيقدروا في كوره يخطفوا جون مهم جدا. جون كان هيأهلهم لولا ان في الدقيقه 94 من 4 دقائق وقت بدل ضايع بلينجهام بيقرر يبرز شخصيته، بيقدروا ان هم يخلوها 1-0. انجلترا فيما بعد ذلك مفيش اي حاجه، مفيش فرص، مفيش اي حاجه. انجلترا مش موجوده، انجلترا ما بتعملش حاجه، انجلترا ما بتقدمش حاجه، انجلترا مش قادره ان هي تاخد الافضليه او تتفوق. انت ماسك كوره، بتستحوذ، بتنقل، بس ما عندكش اللي عند اسبانيا، ما عندكش اللي عند المانيا، المنتخبين اللي اللي انت شايفه يعني ان هم شبه بعض. منتخبات بتحب تمسك الكوره، منتخبات بتلعب تقريبا بنفس الاسلوب، لكن في فرق كبير بين اسبانيا والمانيا، وهنجيله في الماتش اللي هيبقى بينهم. فانت تشوف ازاي ان انجلترا بتنقل بدون جدوى. سلوفاكيا ما راحتش بفرص خطيره قوي بعد كده، بس ستيل محافظه على الجون وراكنه ورا، وانجلترا مش قادره ان هي ترجع. بيبدا الشوط الثاني والله بتبدا تعمل تغييرات بقى، بتبدا تلعب في التشكيله، بتخرج لي تريبيه وتنزل لي مش فاكر كان نزل تقريبا مكان تريبيه ايفان توني، ولا كان نزل مين مش فاكر بالظبط. بس بيبدا بقى ان هو يلعب في التشكيله، وبعدها بيخرج فودن، بيخرج ساكا، بيبدا ان هو يحاول يرجع يلحق نفسه بدون جدوى. انجلترا مش قادره ان هي تفك التكتل بتاع سلوفاكيا لحد ما في كوره فرديه بيلينجهام بيقرر ان هو يقلب
من نفسه كده من دماغه قرر ان خلاص يلا يا جماعه بقى نتعادل ومش عارف ايه، وبيديك واحده كده بقى ويفرح الناس الانجليز اللي انا يا ريتهم كانوا طلعوا بصراحه. يعني انا لا بحب لا انجلترا ولا بحب المانيا ولا بحب تقريبا منتخبات اليورو كلها. يعني انا نفسي اسبانيا تاخد اليورو والله بجد يعني. بس بلينجهام بيقدر ان هو يرجعك بكره دبل كيك، شخصيه لعيب تقيل، لعيب تقيل، لعيب قوي، لعيب عنده قادر ان هو دايما يرجعك ودايما يفيدك. تقدر تخلي النتيجه 1-1. خلاص سلوفاكيا طلعت يا باشا، انت عارف ان سلوفاكيا طلعت. هي انجلترا كانت مشكلتها ان هي تتعادل، وعارف ان هي تقدر تخطف جون مش عارف ايه، بيجي هاري كين والله في اول دقيقه من الوقت تطفي جون، شكرا بس خلاص. بعديها بقى ايه؟ انجلترا ما عندهاش ثقافه ان هي ممكن تكسب اكتر من 1-0 2-1. ما فيش الثقافه دي مع السمكري البني ادمين اللي هم مشغلينه بره ده خلاص انا 1-0 جبرت، انا 2-1 مش عايز حاجه من الدنيا تاني، انا بص انا كده اشرب ازازه ستيفن وانا مبسوط مش عايز حاجه تانيه. هو ده اللي انت بتشوفه في انجلترا. بعد الهدف الثاني انجلترا بتقف ورا وسلوفاكيا بتستحمل. هتقول لي طبيعي وان هي سلوفاكيا بتحاول ترجع وعايزه تلحق نفسها ومش عارف ايه، بس انت انجلترا المفروض ان انت منتخب كبير، المفروض ان انت عربيه فيراري موديل 2030 اللي هو لسه ما نزلش اصلا، اللي هو المفروض ان انت بتفوت في الحديد. لكن ما بتشوفش ده، ما بتشوفش على ارضيه الملعب اي حاجه من الكلام ده. ديكلان رايس اللي النهارده كمان عجبني اداؤه جدا جنب كوبي ماينو، وكان بيشوط وبيحاول، يعني تحس ان في تحسن على الماتشات اللي فاتت شويه، بس ستيل انجلترا مش مقنعه خالص. ده بالنسبه لماتش انجلترا وسلوفاكيا. قبل ما ندخل في ماتش اسبانيا وجورجيا، ما تنساش تحط لايك اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اي حاجه كده ظبط الدنيا خليك حلو معانا. ويلا نخش على ماتش اسبانيا. ماتش اسبانيا اللي برضو اسبانيا داخل فيها جول، بس شوف الفرق، شوف الفرق. هتقول لي منتخب سلوفاكيا ممكن يكون اتقل بشويه محترمين من جورجيا، بس والله لو جورجيا كانت لعبت انجلترا وحطت 1-0 كان هيحصل نفس السيناريو. انا بقول لك جورجيا لو كانت راحت هي اللي لعبت انجلترا وجبنا سلوفاكيا اللي كانت مغتته على انجلترا واديناها لاسبانيا، اسبانيا كانت قرقشت عظمها. لكن الناحيه الثانيه لا عادي، كانوا ممكن برضه هيخش فيهم جون وهيفضلوا بقى يعملوا لحد اخر الماتش لحد ما يقدروا ايه ربنا يسهلها لهم يعني ويكسبوا. شتان فارق، فرقه بتلعب كوره، فرقه اسبانيا الفرقه اللي انت ما تقدرش تمسك الكوره استحواذ عليها 4-5 ثواني ورا بعض. اسبانيا اللي الكوره ما بتقعدش في رجل المنافس اكتر من 4-5 ثواني. عندهم لعيب زي رودري، عندهم لعيب زي بيدري، عندهم لعيب زي اولمو، عندهم لامين يامال ونيكو ويليامز اطراف، عندهم موراتا هو اقل واحد تقريبا في المنظومه بس شغال ومؤدي وبيعمل اداء محترم. الفرقه متكامله بشكل مرعب. الفرقه انت ما بتشوفش خط الدفاع اصلا. دخل فيهم جون في الاول، بس فرقه تيم في مدرب قاعد بره قادر ان هو يعمل نظام ويعمل تكتيك. دايما الضغط بتاع اسبانيا ضغط متخلف، ضغط مرعب. انت اول ما الكره بتتخطف من واحد من الونجات ولا من نص الملعب، مثلث ضغط دايما، وفي واحد تاني بيسند وراهم يقفل الزوايا، دايما في 3 بيضغطوا، تلاقي 3 بيضغطوا على اللي معاه الكوره وفي واحد بيقفل ورا عشان الباصات ولا ما يبقاش في اي زوايا للباص. بيخنقوا في كل اماكن الملعب، ماسكين الكوره دول بينقلوا يا جماعه على حدود المنطقه. الفرقه بتلاقي مساحات بشكل غريب، تحركات بدون كره سريعه جدا. تلاقي لعيب زي داني اولمو فجاه في ثانيه ضرب خط الدفاع واستلم واحده وحط ركنها متعه. بتلاقي لعيب زي لامين يامال عنده العرضيات وعنده المهاره ولعيب حريف وخفيف على الكره، كورته حلوه تحب تتفرج عليه. عندك لعيب نيكو ويليامز لعيب مباشر جدا، بياخد الكره ويروح للجون، قادر ان هو يجيب جون وقادر ان هو يصنع ويبقى مساهم بشكل كبير جدا. بالنسبه لي ممكن يكون نيكو ويليامز مؤثر ودايركت اكتر بشويه حلوين من لامين يامال. لامين يامال لسه بيكبر وبيحلو كده، بس نيكو ويليامز برضه ستيل صغير. بس لامين يامال على اللي بيعمله وعمل اسيستين في البطوله، لعيب ممتع للعين. لامين يامال لعيب تحب تتفرج عليه، تبقى مبسوط وانت بتتفرج عليه. لعيب رجله الشمال مزيكا. عندك الناحيه الثانيه الواد داني اولمو ده مش ممكن الواد الكره في رجله سحر. لعيب كورته حلوه، لعيب تقيل. داني اولمو لعيب تقيل، ما تفهمش ازاي ده ما بيلعبش في فريق كبير. عندك فرقه حارس اسبانيا، دفاع اسبانيا كلهم لعيبه كويره. اسبانيا هي نزلت قدام جورجيا بنفس الفكره، نفس فكره ان انا مستحوذ مسيطر بس دايركت وبحاول وبضيع. اسبانيا ممكن في الشوط الاول ما كانتش برضو ضاع لها فرص كتير قوي، بس دخل فيها جون قدرت ان هي على طول تعوض وترجع في ظرف 10 دقائق. خلاص ظرف 10 دقائق رودري بيحط جون التعادل. انت عارف ان اسبانيا هتكسب حتى وهي داخل فيها جون. دي الفكره، انك قدام منتخب انت عارف ان هو كده هيرجع، مش منتخب تاني انت ممكن تكون مثلا اي 60% ممكن ما يطلع، يمكن يطلع
لما منتخب كبير زي انجلترا، فلما تحط نسبه زي دي انه لخروجه مش لصعوده، فانت بتتكلم في حاجه صعبه جدا يعني. فبالنسبه لي اسبانيا ممتعه. اسبانيا بتقدم كوره. اسبانيا عندها اللي مش عند المانيا. انا حاسس ان يعني انت لو اتفرجت على المانيا لعيبتها بيحاولوا ان هم يهاجموا المساحه او يتكتلوا بشكل كبير قوي في ال 18 بتاع الفرقه المنافسه. المانيا بتحاول تخلي كذا لعيب او تخلي اكبر عدد ممكن من اللعيبه يهاجموا المساحه ويهاجموا المناطق الفاضيه في ال 18 عشان يبقى عندك زياده عدديه قدام. اسبانيا لا، اسبانيا بتشكل ضغط شرس ومفيش لعيب بيبقى في البوكس الا الفارو موراتا اللي كمان بيسقط كمان عشان يقدم ادوار وبتاع. فاسبانيا بتعتمد ان هي تخلق مساحات وتودي لعيب واحد او اتنين بالكتير قوي في على الجول. لكن الناحيه الثانيه بتشوف المانيا لا، المانيا بتهاجم. المانيا مشكلتها ان هي ما قابلتش نص ملعب لسه لحد دلوقتي تقيل. انك تشوف نص ملعب اسبانيا ونص ملعب المانيا لما يلعبوا بعض، لا، نص ملعب تقيل، نص ملعب بيحب الكوره ونص ملعب بيحب الكوره، فتتفرج على كوره محترمه. فلو تسالني اقول لك لا، ماتش مستني اتفرج عليه. نص ملعب اسبانيا ونص ملعب المانيا بيحبوا الكوره، بينقلوا كتير، بيلعبوا كوره على الارض، بيقدموا حاجه متعه. لان لو تسالني فانا اقول لك انا احب ان اتبسط قوي لو اسبانيا خدت البطوله. بس يا سيدي، لو وصلت لحد ده ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو بننزله. سلام يا معلم.